لو انت مش عايز تركز في الفيديو ده، عايز مني اقفل الفيديو ما تكملش، لان انا جاي اقول لك النهارده على 10 حاجات تعملهم اخر شهرين ثانويه عامه. قبل ما نبدا بقى في الفيديو بتاع النهارده، انا عايزك تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناه عشان توصلك الفيديوهات الجايه، علشان الفيديوهات اللي احنا هننزلها الفتره الجايه بفضل الله هتكون قويه جدا جدا جدا، وهتفرق معاك وهتغير مستواك في فتره المراجعه 180 درجه. رقم واحد، لو انت كده استهديت بالله وقاعد تراجع ومحدد درس عشان تذاكره، بعد ما تخلص مذاكره الدرس ده انا عايزك تقفل الكتاب وتسمعه لنفسك، اتاكد ان انت فاهم، حل عليه. لو لقيت نفسك حافظ الدرس اكتر ما انت فاهمه، اتاكد ان انت ما عملتش حاجه، يبقى انت محتاج تراجع الدرس تاني، تذاكره من الاول. ما ينفعش تكمل في درس تاني، ما ينفعش تخش في درس جديد، ارجع للقديم الاول وظبطه، علشان انا عايزك تركز على الكيف مش الكم. علشان اللي بيضيع الطلاب في الثانويه العامه في النظام الجديد اللي هم بيركزوا على الكم مش الكيف، وفي الاخر بنلاقيهم طلعوا باقل استفاده ممكنه، ما استفادوش اي حاجه. فانا عايز اعلمك حاجه دلوقتي، ان انت لو حاسس ان انت مش فاهم الدرس كويس جدا، مش مطبق عليه جامد قوي، يبقى انت ما ذاكرتش الدرس، علشان اللي بيجي اخر السنه بيفاجئك في الاخر. النصيحه الثانيه بقى، لما تيجي تعمل جدول ما تحطش جدول اسطوري، ما تقعدش 3 ساعات تعمل جدول وتقعد تلون لي فيه وتضيع نص يوم كامل في الجدول اللي انت بتعمله ده، وفي الاخر ما تكملش يومين بيه. انا بنقول لك كده عشان انا عارف اللي بيحصل، انا كنت مكانك في يوم من الايام وعارف اللي بيحصل. عشان كده هتلاقي كلامي في الفيديوهات بتاعتي كلام واقعي من الحياه اللي انت عايشها، فانا بجيب لك اللي انت عايشه. انت بتقعد تعمل جدول 3 ساعات وتقعد تلون فيه وتخش تسرش على اليوتيوب ايه افضل جدول نمشي عليه، طب ايه افضل نظام للمذاكره، وفي الاخر ما بتكملش بيه يومين. فانا عايز اوصلك ايه من النصيحه دي؟ الجدول اللي انت تعمله يكون منطقي، جدول مثلا محدد مذاكره ماده النهارده او مادتين بالكتير، وتشقى في المادتين دول، تجيب كل اللي عندك. ما وصلتش ان اللي انت تعمل 4 مواد في يوم 5 مواد، يعني ده غلط جدا. فخد جزء صغير وظبطه، اشتغل على الجزء ده وصدقني هتلاقي فرق كبير في مستواك. فانا عايزك تركز على الكيف مش الكم. والنصيحه الثالثه بقى اللي انا هقدمها لك النهارده، اقفل ودانك وما تقارنش نفسك باي حد. الفتره دي بتاعت المراجعه هتلاقي اصحابك كلهم منزلين بقى ستوريهات، احنا بنذاكر 10 ساعات في اليوم، بنخلص 3 4 مواد في اليوم، بنقفل المواد، احنا مقطعين. ما تقارنش نفسك بحد وخليك احسن نسخه من نفسك. انت في سباق مع نفسك انت مش مع حد تاني، فخلي عندك هدف، اللي انا عايز ابقى احسن نسخه من نفسي واطور نفسي. انا اقارن نفسي بنفسي في اول السنه، مش اقارن نفسي دلوقتي بنفس حد تاني انا ما اعرفش ظروفه ايه، ما اعرفش بياكل ايه، بيشرب ايه، بينزل دروس ولا لا، بيعمل كذا وبيسوي كذا. انا ماليش دعوه بحد، ما اعرفش ظروف الناس، فانا مش عايزك توهم نفسك بحاجه مش موجوده في الطبيعه. فاقفل ودانك دي وركز في مستقبلك. رقم 4، اخر شهرين بيساوي اللي انت تراجع، مش تبدا حصص الشرح من الاول. يعني انت تشرح لك المنهج من الاول، هتعيد عليه ليه تاني حصص شرح؟ ولا انت غاوي ضياع وقت؟ انا عايزك تسمع حصص مراجعه تكون وافيه، تفكرك بالمعلومات، وتخش تقرا من الكتاب، تخش تحل كتير. وانا هو بقول لك اللي هيحل اكتر هو ده اللي هيجيب درجه اكتر. خدها قاعده كده لوجه الله مني، كل سؤال هتحله اكتر بيساوي درجه اكبر في الامتحان، اتفقنا؟ فما تضيعش وقتك اللي انت ترجع لحصص الشرح من الاول، الحصه اللي مشروحه في 2.5 ساعات 3 ساعات. انت اسمع حصص مراجعات، بوكس كامل للباب. فانت الحل المناسب ليك دلوقتي في الفتره دي بوكسات المراجعه. رقم 5، اكبر قاتل للتركيز، الموبايل. انت طول لوحدك، الموبايل والسوشيال ميديا. بص، عايز تنجح اخر شهرين، اقفل الموبايل. انت بتمسك للموبايل من بعد الساعه 10، انت بتصحى تذاكر الفجر. لان انا هقول لك على حاجه دلوقتي، الحاجه اللي هقول لك عليها دي هتفوقك وتخليك ترمي الموبايل خالص، تكسره. انت لما بتخلص مذاكره الدرس بتقول بص انا همسك الموبايل بتاعي، هقعد بس ايه 3 دقايق على التيك توك، او هقعد يا عم انزل ستوري وخلاص. بمجرد اللي انا فتحت يا دوبك انزل ستوري، لقيت واحد صاحبي منزل ستوري، فجاه لقيت واحد تاني منزل وراه، فجاه واحد تالت منزل وراهم. وطبعا انت اتفرجت على كل دول، ما تحاولش تقنعني اللي انت شفتهم من بعيد كده وما دخلتش تتفرج عليهم. كل ده وقت بيضيع. ويا سلام بقى لو انت فتحت التيك توك، يا اللهم صل على النبي. التيك توك بالنسبه لي انا مصيبه سودا. ليه؟ علشان الفيديوهات بتاعت التيك توك اللي مليانه اغاني ورقص بتجذب نظر المشاهد، بتستدرجك. هي المنظمه دي معموله، الابلكيشن ده معمول ليه؟ علشان يستدرج العيال. ولو مش مصدقني اثبت لك، بص على المشاهدات بتاعت التيك توك، خش على اي فيديو كده لاي انفلونسر مشهور على التيك توك، هتلاقي الفيديو اقل حاجه جايب 10 مليون مشاهده، وانت بتشوف الكلام ده بعينك. ده غير اللايكات بقى، اقل حاجه 100,000 لايك، اقل حاجه. عيل برياله ما يسواش اي حاجه في السوق بيطلع يهز في لحمه جايب 100,000 لايك. هي الحياه كده. فانت ابعد عن الحاجات دي خالص. تذاكر ما تمسكش الموبايل، حط جواك الدافع اللي يخليك اللي انت ما تمسكش الموبايل. ورقم 6 عندنا النهارده، الصحاب اخر شهرين. اختار صحابك بعناية اخر شهرين، لان الصاحب الفاشل اخر شهرين ثانويه عامه بيستدرجك للفشل عشان تبقى زيه، مش عايزك تبقى احسن منه. منطقي صح؟ اقنعتك. فانت اختار الصاحب اللي يشدك للمذاكره، اختار الصاحب اللي يقول لك ايه،
اصحى ذاكر معايا، تعال نحله 100 سؤال 200 سؤال. في كتاب انا شايفه جديد عايزك تقراه معايا، هكذا. مش تاخد بعضك وتروح تتلم على واحد يقولك يلا بينا ننزلوا نلعبوا كوره، يلا بينا نروحوا سايبر، يلا بينا مش عارف نلعبوا جيمين بلاي ستيشن. هو ده بقى اللي مش هيخليك تجيب مجموع، وهو ده برضو نفس الشخص اللي هيضيع تعبك طول السنه. فركز واختار صحابك بعنايه. ورقم 7 بقى، كل ماده ليها طريقه في المذاكره. العربي مذاكرته مش زي الانجليزي، مذاكره الفيزياء مش زي مذاكره الاحياء، فاوعى تعمل الغلطه دي. افهم طريقه مذاكره كل ماده، شوف الماده دي الحل بتاعها بيمشي ازاي، الافكار بتبقى ازاي تتعامل مع الورقه بتاعت الامتحان في الماده دي بالذات، في الماده دي بعينها، لان طريقه حلك في العربي بتختلف تماما 180 درجه عن طريقه حلك في الانجليزي. شكل الامتحان في الماده دي بيختلف تماما عن شكل الامتحان في الماده دي. فانت افهم الماده اللي انت هتذاكرها عايزه ايه منك، افهم هي محتاجه ايه منك عشان تتذاكر صح. رقم 8، انا عايز اقول لك ان العقل السليم في الجسم السليم. نام كويس وكل كويس، لازم تنام من 6 ل 8 ساعات، ما ينفعش تنام في اليوم ساعه. ما ينفعش تبدا وتقول النهارده ان شاء الله هذاكر مادتين تقال وانت ما اكلتش ما شربتش ميه كتير وجسمك جف طول اليوم وعندك ضعف بسبب قله الاكل، فطبيعي انت دماغك مش هيشتغل. لازم تاكل كويس وتشرب كوبايه الشاي بتاعتك الجميله وتتوكل على الله. ورقم 8 بقى، لما تيجي تذاكر اكتب بايدك مش بس تسمع وتقرا. يعني انت دلوقتي فتحت المحاضره سمعتها كويس، في حاجات انت لازم تطلعها من المحاضره، النقط المهمه دي انت لازم تكتبها وتجمعها كلها في ورقه واحده بس، عشان الورقه دي هتكون مرجع ليك قدام في ليالي الامتحان اللي انت تفتكر المعلومه او تحل سؤال جه على الفكره دي. فانا عايزك تمشي بالخطوات صح، تيجي تفتح الكتاب تقراه قرايه سريعه، تحاول تفهمه كويس، تطلع منه الحاجات المهمه وتكتبها في ورقه. الورقه دي هتكون مرجع ليك قدام، اتفقنا؟ واخيرا رقم 10، المذاكره زائد الدعاء بيساوي المعادله الصح. انت محتاج في الوقت ده من السنه لتوفيق ربنا، فالدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. الشباب في الوقت ده من كل سنه بيستغلوه صح، بيستغلوه في الدعاء. طب ليه؟ علشان رمضان وليله القدر والعيد والايام المفترجه اللي احنا فيها دي. فمن حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان الايام المفترجه دي مش بتيجي غير في اخر كام شهر ثانويه عامه من كل سنه. ابواب الرزق والسماء بيبقوا مفتوحين في الوقت ده من كل سنه، فانت لازم يكون عندك يقين تام ان ربنا مش هيضيعك وهتوصل باذن الله. وبكده بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. والله 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 كمان مره انا مش بعمل الفيديو ده عشان المشاهدات، انا بحل لك مشاكلك وبطلع لك اللي انت حاسس بيه، مش اللي انا نقعد نعملك فيديو كده والسلام وانت تسمع الكلام وتعمله تلاقي نفسك بتخسر وقتك بس مش بتكسب. في فيديوهات كتير على السوشيال ميديا بتضيعك، لكن والله 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 اللي انا بديهولك ده حلول لمشاكل طلبه كتير جدا كل سنه بيعملوا بالكلام ده وبيوصلوا باذن الله تعالى للكليه اللي هم بيحلموا بيها. وانت جرب اعمل الكلام اللي انا قلت لك عليه ده وهتلاحظ التغير في مستواك 180 درجه، هتشوف الفرق بنفسك. فركز بقى وابدا دلوقتي لو ما بداتش، وبالتوفيق دايما لاخواتي الصغيرين، واشترك في القناه عشان الفيديوهات اللي بتنزل اول باول توصلك ومفيش حاجه تفوتك.